بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو آخر من الفيديوهات اللي كنشرحوا فيها برنامج المساعد في تدبير جمعيات توزيع الماء. إذا آخر مرة كنا توقفنا في التقارير، إذا غادي نشوفوا تقرير المشترك. إذا حنا باقيين في تبويب ماء الشرب، تقرير المشترك. إذا من هنا كيطلعوا ليا أولا ممكن يعني نطبع أولا نستخرج تقرير خاص بالمشترك فيما يتعلق بماء الشرب. إذا غادي نختار من هنا رقم المشترك، ممكن نختار رقم المشترك أولا نكتبو. من بعد مباشرة في البرنامج كيختار الاسم تاع المشترك ويختار ليا أول فترة في البرنامج وآخر فترة في البرنامج، يعني أوتوماتيكيا. في حالة بغيت نختار يعني من خلال الاسم، فنفس الأمر ممكن نكتب الاسم أولا نختار اسم معين، وهنا كنختار فترة البداية وفترة النهاية اللي بغيت نستخرج التقارير ديالها، ونضغط على بحث اولا اوتوماتيكيا هو كيقوم بعملية البحث. فهنا كيطلع لي جميع الفواتير اللي عند هذا المشترك هذا. من هنا ممكن يعني نسدد الفاتورة اللي هي غير مسددة، راه كتبان بالاحمر. طبقنا المسددة لا، ممكن من هنا نسددها. وهنا عندي بعض المعلومات، يعني عدد الفواتير غير المسددة، عدد الفواتير اللي ما مخلصاش، هنا مجموع الديون المستحقة في هذه الفواتير، وهنا عنده متوسط الاستهلاك واخر فاتورة تم تسديدها. هنا بطبيعة الحال ما عندناش حيت هذه اول فاتورة مسجلة في البرنامج. ممكن نطبع يعني هذا التقرير على هذا الشكل هذا، نضغط على طبع، فكيطلع لي هنا التقرير الخاص بالمشترك فيه مجموعة من المعلومات المهمة. كيف كنطبعو؟ كنضغط بطبيعة الحال على كونترول بي كيطلع لي هاد النافذة هادي نتاع الطباعة، وممكن نطبعو اولا ندير ليه اونغوجيستري على شكل PDF. طبقنا نحفظو على شكل PDF من خلال الطابعة مايكروسوفت برينت PDF. مزيان. ممكن كذلك كيف ما قلنا نسددو هاد الفاتورة هادي. ففي حالة مثلا بغيت نسدد هاد الفاتورة غادي نجي لهنا ونضغط على هاد الزر، هل تريد فعلا أداء هاد الفاتورة؟ نضغط على وي. جيد. الآن راه الوصل نتاع الفاتورة تحفظ وراه داز للطابعة مباشرة. ها هو راه حيت أنا مبرونشيش لامبريمونت، وكيتحول هنا هاد الفاتورة كتحول للون الأخضر مسددة نعم. في حالة بغيت نظهر يعني الفواتير الغير مسددة فقط، فكنضغط على هاد الزر نتاع الفلتر. إذا هذه كانت يعني تقارير المشترك. الآن غادي نشوفوا التقرير العام. إذا باش نستخرجوا التقارير العامة كنختاروا السنة، سنة الاستهلاك، ونختاروا فترة البداية وفترة النهاية. في حالة بغينا مثلا من إلى، في حالة بغينا السنة كلها كنخلي هادو فارغين، وكنختار الدوار أو المركز. في حالة بغيت جميع الدواوير كنخلي يعني هذه فارغة. احنا مثلا غادي نختاروا الدوار رقم 1 ونديرو تحديث. هو بطبيعة الحال غادي يستخرج أول فترة في هذه السنة وآخر فترة مسجلة في هذه السنة. حنا عندنا غير فترة وحدة، فمن أبريل لأبريل، وكيعطيني مجموعة من الإحصائيات التي تهم هذه الفترة: تتبع الاستهلاك حسب المراكز، مجموع المداخل حسب الفترات، تتبع الاستهلاك حسب الفترات، تتبع الفواتير حسب الفترات، تتبع الاستخلاص حسب الفترات، وتتبع المداخل المتوقعة حسب المراكز. ممكن نطبع هذه الإحصائيات، نضغط على زر طباعة فكيظهر لي تقرير ماء الشرب سنة من إلى والدوار المعني. هنا المداخل، اتفقنا يعني بعض المعلومات الخاصة بالمداخل ومقسمة حسب نوع المدخول. هنا كيعطيني الإحصائيات على شكل مبيانات، ثم كيعطيني استهلاك الماء، حجم الكلي لاستهلاك الماء، ثم بعض المبيانات الخاصة بالاستهلاك، ثم كيعطيني الفواتير، يعني مجموع الفواتير في هاد الفترات هادو. إذا وهذا كيكون التقرير الخاص بماء الشرب. الآن كنكونوا انهينا يعني تبويب ماء الشرب، شرح تبويب ماء الشرب. إذا الآن غادي ننتقلوا لشرح تبويب ماء السقي. وقبل من هذا خصنا نمشيو للإعدادات ونمشيو لتسعيرة ماء السقي. الآن خصنا نضيفو وسيلة السقي باش نضيفو التسعيرة. إذا غادي نسميو الوسيلة مثلا طاقة شمسية، عفوا مثلا طاقة شمسية
شمسية أو لا شيء من هذا القبيل. غادي نختاروا وحدة القياس والساعة أو لا المتر مكعب، غادي نخليوها ساعة. تعريفة مثلا 20 درهم للمتر مكعب، نضيفوا إضافة. إذا هل تريد فعلا الحفظ؟ وي، نجح. الآن هذه هي التسعيرة المعتمدة وهذه هي الوسيلة. جيد. الآن غادي نمشيو للماء السقي. من هنا كنضيفوا مشتركين، كنختاروا مشترك من المشتركين اللي عندنا يعني في ماء الشرب، فكنضيفوهم من خلال المشتركين اللي عندنا في ماء الشرب. اتفقنا؟ إذا مثلا عندنا المشترك رقم 2 حسن، عدد الساعات مثلا 3، مثلا مبلغ الاشتراك هو 500 درهم مثلا، نضغطوا على حفظ. إذا هذه هي قائمة المشتركين عندنا. ممكن نعدل المشترك بهذه الطريقة هذه، ممكن كذلك نطبع لائحة المشتركين بهذه الطريقة. الآن نمشيو للحصص. لإضافة حصة كنختار السنة والشرط الحصة، وغادي نختار المشترك مثلا رقم 1. نختاروا وسيلة، عندنا الوسيلة وحدة اللي هي الطاقة. مدة الحصة بالساعة مثلا 2 ساعات، ونضغطوا على حفظ. أنا كنختار تاريخ الحصة، بطبيعة الحال غادي يكون تاريخ اليوم أو شي تاريخ ممكن نعدلو من هنا، ونضغط على حفظ. الآن كتظهر لي الحصة مباشرة، وفي نفس الوقت راه كتطبع لي. نخرج من هنا. لأنه داز دابا التحفظ في الطبيعة مباشرة، كيطبع لي الوصل نتاع هاد الحصة هادي. اتفقنا؟ نخليوه أولا ممكن نسميوه الفاتورة. فاتورة هاد الحصة راه كتطبع مباشرة، كدوز للطبيعة. اتفقنا؟ وكذلك كتحفظ لينا هنايا. ممكن نمشيو لدوكيمون، نمشيو لأكاد، نمشيو ماء السقي، فاتورة ماء السقي. غادي نختاروا الفاتورة هي هذه، رقم الحصة، يعني معلومة خاصة بالفاتورة، وهكذا. مزيان. ممكن كذلك نضيفوا فاتورة أخرى على هذا الشكل أو حصة أخرى على هذا الشكل. نختاروا يعني رقم المشترك رقم 2، وسيلة طاقة شمسية، مثلا 3 ساعات ونصف. نضغطوا على حفظ. نفس الأمر. تم الحفظ بنجاح. إذا هنا عندنا يعني الحصص نتاع السقي الخاصين بهذه الفترة هذه ماي. إلا غيرت مثلا الفترة أبريل فراه ما عنديش فيها حتى حصة. رجعت تاني لماي فغادي نلقى الحصص. باش نحذف واحد الحصة يكفي أنني نضغط على هذا الزر الأحمر هنا، غادي تحذف. هل تريد فعلا حذف هذه الحصة؟ نعم. باش نعدل على حصة غادي نضغط على تعديل، وممكن نعدل البيانات ديالها من هاد المعطيات هنايا. الآن غادي نمشيو للاستخلاص. من بعد ملي كنمسكو الحصص ولا كندخلو الحصص نتاع الساقي غادي نمشيو للاستخلاص. الاستخلاص غادي نختار الشهر اللي بغيت نستخلص يعني الفواتير ديالو. غادي نمشيو حنا مثلا ماي، فغادي تظهر ليا حصة وحدة هي اللي عندي. كيطلع ليا هنا الواجب أداؤه 40 درهم. غادي نضغط على دفع. وقبل منها فالبرنامج كيعطيني مجموعة من المعلومات: الفواتير المسددة، الفواتير المتبقية. وعندي هنا هاد لي فلتر هادو. في حالة مثلا هنا في هذا الفلتر هذا فلترى إظهار جميع الفواتير، لأنه هنا بار ديفو كيعطيني فقط الفواتير الغير المسددة. إلا بغيت نبين كلشي كنضغط هنا. اتفقنا؟ مثلا حنا غادي نسددو هاد الفاتورة، غادي نضغط على دفع سواء من هنا أو لا من هنا، بحال نضغط على دفع. هل تريد فعلا تأكيد العملية؟ وي. تم استخلاص. هنا كيحاول البرنامج أنه لأن الطبيعة ما ريقلاش. تم استخلاص جميع فواتير هاد الفترة. تيقول لك راه جميع الفواتير راه تستخلصوا، وإلا ضغطت على تحديث راه ما غاديش يبانوا ليا، ما غاديش تبان ليا ديك الفاتورة اللي تستخلصت. باش نعاود تاني نبينها غادي نضغط على هنا على هاد الفلتر، غادي تبان ليا هنا، وغادي مؤدات غادي يطلع ليا نعم. اتفقنا؟ باش نعاود تاني نرجع الفلتر نضغط على تحديث. جيد. إذا بهذه الطريقة كنكونوا يعني دينا الفواتير. الآن غادي نمشيو للتقارير. تقرير المشترك. غادي نختار مثلا المشترك رقم 1 عنده فاتورة وحدة. في حالة المشترك رقم 2 ما عنده حتى فاتورة. فاتورة نرجعو للمشترك رقم 1. ممكن نختار تاريخ بداية الفواتير يعني من إلى، ونضغط على تحديث. ممكن نطبع النتيجة هنا بهذا الشكل هذا.
هنا البرنامج كيعطيني مجموعة من المعلومات. الاستخلاص اليومي 40 درهم اللي هي هاد الفاتورة هادي، نسبة الاستخلاصية 100%، مجموع المداخيل المتوقعة هي 40 درهم نفس المعطى، وعدد الحصص في هاد الشهر هو حصة واحدة. وهنا كيعطيني واحد المبيان تتبع مداخل هاد الشهر. بالنسبة للتقرير العام نفس الأمر، كنختار من إلى. في حالة ما اختاريتش فالبرنامج غادي يختار يعني بار ديفو يعني أصغر قيمة وأقصى قيمة لكل تاريخ مسجل في البرنامج. نضغط على تحديث، فهنا البرنامج كيعطيني مجموعة من الإحصائيات. ممكن نطبعها على هذا الشكل هذا، ممكن نطبعها على هذا الشكل هذا، نضغط على كنترول بي ونطبع. جيد. الآن غادي نمشيو لتبويب التحصيل اليومي. بالنسبة لتبويب التحصيل اليومي، ففي التحصيل اليومي هنا كيكون عندنا جميع المداخيل والمصاريف اليومية اللي تسجلت. فأي فاتورة هنايا تخلصات، سواء كان الأمر في ماء الشرب أو في ماء السقي أو لا حتى في الأرصدة والديون، فكتضاف مباشرة هنا. فمجموع المداخيل اليومية هو 90 درهم. 90 درهم اشنو فيها 40 درهم تاع فاتورة ماء السقي اللي دخلنا، وفيها يعني تقريبا 50 درهم نتاع ماء الشرب. اتفقنا؟ هاد 50 درهم هاد الفاتورة هادي اللي استخلصنا تاع ماء الشرب. فهذا كيعطينا التحصيل اليومي، كيقول لك اودي اليوم راه دخلت عندك 90 درهم في لاكيس. اتفقنا؟ يقول لك راه دخلت عندك 90 درهم في لاكيس، وهاد 90 درهم تزادت في الصندوق، في رصيد صندوق الجمعية، ما تزادش لينا في رصيد البنك. اتفقنا؟ مجموع المصاريف صفر، مازال ما سجلنا حتى مصروف. بطبيعة الحال هاد التبويبات هادي فراه هي متوفرة في النسخة المدفوعة. باش نضيف واحد المصروف غادي نجي لهنا نضغط على إضافة مصاريف. الآن غادي نختار السجل، واش الصندوق ولا في البنك. غادي نختارو مثلا حنا في الصندوق. غادي نختار مجال العملية. هنا كيعطيني مجموعة من المجالات اللي كينتمي لها هذا المصروف هذا: مصاريف تدبيرية صغرى، مصاريف صيانة، مصاريف تقوية القدرات، مصاريف استثنائية، مصاريف صحية وقائية، مصاريف اجتماعية، إلى غير ذلك من المصاريف. كنختار يعني المجال اللي كينتمي ليه هذا المصروف. مثلا ناخذ مصاريف تدبيرية صغرى. مثلا العملية اشنا هي؟ هنا العملية ممكن ندخلها يعني نكتبها، أو لا ممكن نختار من القائمة: لوازم مكتبية، طباعة واستنساخ الوثائق، نقل بضائع، مصاريف بريد، أدوات عمل. مثلا حنا عندنا نقل بضائع، مثلا خدينا تريبورتور، وهنا ممكن نضيفو تفاصيل هذه العملية نقل بضائع. ممكن مثلا نعينو هذه البضائع هذه، مثلا نقولو نقل أكياس. مثلا حنا شرينا شي أكياس نتاع السيما وشدينا تريبورتور جابهم لينا، غادي نقولو نقل أكياس، أكياس أسمنت مثلا بحال هاد الشكل. الآن غادي نشوفو المرجع، مرجع العملية. فبطبيعة الحال خصنا ندونو المرجع نتاع العملية، واش هو وصل أو لا شيك أو لا فاتورة أو لا إشهاد أو لا تقارير أو لا تقرير مالي أو لا سند تسليم أو لا سند صندوق أو لا إذن بالسحب أو لا إذن بالأداء أو لا أخرى. هاد الأخرى ممكن نكتبها هنايا، نكتب المرجع في حالة ما كانش بين هاد اللائحة هادو. اتفقنا؟ مثلا هنا غالبا المرجع فغادي يكون هو سند تسلم، ونكتبو رقم المرجع مثلا 125 على 2023. مثلا هذا هو المرجع، وقيمة العملية هذه هي اللي مهمة، يعني قيمة هذا المصروف شحال بالدرهم. مثلا غادي نقولو 50 درهم. فغادي نضغط على حفظ. هنا كيقول لي المرجو إضافة منقول أو الرصيد الحالي أولا. فالمقصود بالمنقول هنا هو يعني مني كنانستالي البرنامج شحال عندي في الصندوق، سواء في الصندوق أو لا في البنك. هذا هو المقصود بالمنقول. إذا قبل ما نبدأ نضيف شي عملية من العمليات ضروري نضيف منقول للصندوق وللبنك. المنقول هو الرصيد البدئي باش كنبداو منين انستالينا البرنامج، شحال عندنا في الصندوق ولا شحال عندنا في البنك. اذا اول شيء خصني نضيف منقول للصندوق. مثلا غادي نمشي المنقول غادي نلقاه في المداخيل، نضيف مداخيل. هنا طلعت لي لائحة المداخيل اللي بينها يعني هذوك الفواتير اللي استخلصنا. كانت فاتورة نتاع ماء الشرب وكانت فاتورة نتاع ماء السقي.
الآن غادي نمشيو للمداخل، غادي نضيفو منقول. اتفقنا. العملية منقول من السنة الماضية، السنة المالية الماضية. مرجع العملية غادي يكون هو التقرير المالي. رقم التقرير المالي مثلا 1/2023 مثلا، وقيمة العملية مثلا نخليوها 10,000 درهم. إذا هاد 10,000 درهم هي الرصيد البدئي في الصندوق. ملي انصالينا البرنامج كانت عندنا 10,000 درهم. نضغطو على حفظ ونضغط على حفظ. هل تريد فعلا الحفظ؟ وي، تم الحفظ بنجاح. الآن ممكن نضيف المصاريف. غادي نمشي مصاريف تدبيرية صغرى. نديرو مصاريف نقل بضائع، نقل أكياس أسمنت. المرجع غادي يكون غالبا سنة تسلم. رقم المرجع نديرو مثلا 13/2023. رقم العملية أو قيمة العملية مثلا 50 درهم. نضغطو على حفظ. هل تريد الحفظ؟ نعم، تم الحفظ بنجاح. إذا بهكا كنكونو ضفنا مصاريف. نفس الأمر بالنسبة للمداخيل، فممكن نضيفو بعض المداخيل، مداخيل قارة، مداخيل أنشطة، مداخيل هبات، مداخيل استثنائية إلى غير ذلك. جيد. الآن غادي نشوفو التقارير. إذا غادي نمشيو للسجل، غادي نختارو السجل سواء كان الصندوق أو البنك. نختارو نوع العملية، واش مداخيل أو مصاريف أو الكل. ثم نختارو التاريخ من وإلى. في حالة خليناهم فارغين فالبرنامج غادي يختار من البداية إلى النهاية. نضغط على تحديد. هنا غادي يطلع لي جميع العمليات المتعلقة، وفي هذه الحالة هنا غادي يكون ما يسمى بالسجل اليومي. هذا هو السجل اليومي. السجل اليومي من هذه الفترة إلى هذه الفترة هذه. اتفقنا. ونضغطو على تحديد. في حالة بغيت نطبع هذا السجل اليومي ممكن نضغط على طباعة، فغادي يطلع لي السجل اليومي للصندوق. المداخيل هي هذه والمصاريف هي هذه، وبطبيعة الحال راه كيعطيني المجموع. في الأخير كيعطيني مجموع المداخيل ومجموع المصاريف. ممكن كذلك نطبع التقرير السنوي المالي على هذا الشكل هذا. نختار السنة ونضغط وي، فغادي يعطيني التقرير المالي لسنة 2023. مجموع المداخيل حسب المجالات. المصاريف أو المداخيل عفوا القارة 90 درهم. المنقول 10,000 درهم. هنا المداخيل القارة اللي هي مدخول ماء الشرب ومدخول ماء السقي، فهما كينتميو لمجال المداخيل القارة. بالنسبة للمصاريف، عندنا المصاريف تدبيرية صغرى، المجموع ديالها 50. مجموع المداخيل 10,090. مجموع المصاريف 50. الرصيد أو الباقي يعني هذه ناقص هذه اللي هي 10,040. إذن هذا غادي يكون هو التقرير المالي الخاص بنا. وحتى لهنا غادي نكونو أنهينا شرح البرنامج، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.